صديقي الانسان وحبيب قلبي اللي ما بيكدبش عليا، وحشني زي ما انا وحشه. صح، انا وحشك، انت مش كداب. احنا النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه، اوعى تكون بتكدب عليا، هزعل منك من الاول. اهلا وسهلا، ازيكم اصدقائي اللي بحبهم، اللي ما بتضحكوش عليا ما تضحكش عليهم. ماشي، تعالى بقى ايه اقول لك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صديقي الانسان حبيب قلبي، فيديو النهارده بسيط جدا، وكلنا يمكن هنكون عارفين كل حرف انا هقوله، او حتى حكمه او اي مثل شعبي اهلنا بيقولوه للاسف، رغم اننا كلنا اتربينا عليه، الا ان كلنا برضو مش بنطبقه. تاخد بقى، وممكن حتى نضحك على نفسنا ونضحك عليه ونفتري عليه ونقول ان احنا بنقوله، او ان احنا يعني بنعمله، وفي الحقيقه احنا برضو مش بنعمله. ومع علمنا ان ديننا كله نزل فيه الحاجة دي، وبين قد ايه لينا انها ضرورية في حياتنا اليومية ومعاملتنا مع بعضنا، الى ان فعلا وجوده ساب فراغ كبير. ومع كل يوم بيعدي وكل جيل جديد بيطلع، الى ان هو ما يعرفش يعني ايه صدق، ويعني ايه ما نضحكش على بعض، ويعني ايه نكذب، يعني ايه امانة. مش بس الصدق اللي بيختفي، لا، بتختفي الاخلاق، وبتختفي الرجولة والشهامة، وكل الأخلاق اللي ديننا الإسلامي اتنادى بيها. أحلى مسا عليك، أبيض على الأبيض، ما بقتش موجودة. تاخد بق كونك إنسان صادق، يعني أنت صادق في كل أقوالك، وبدورها هتخليك صادق في أفعالك. يعني اللي بيقول حاجة وبجد قدها وقالها بيعملها، فبيطلع صادق. وهتوصلك الحاجة دي لأعلى مراحل الصدق، وهي الصدق مع نفسك. في أحلى من إن الإنسان ما يكونش بيضحك على نفسه، في أحلى من إن الإنسان يكون صريح وصادق مع نفسه عشان يعيش مرتاح وصافي البال ومش حاسس ان في حاجه غلط في حياته. صدقني، كونك صادق مع نفسك من رغم كل اللي حواليك من تفاهه وانحطاط، سواء بقى انحطاط اخلاقي او سلوكي، معناه انك شخص متربي وكويس. وكل اللي بيحصل ده ما هو الا عوامل بتحاول تضغط عليك عشان تبوظك، وبتبقى تحديات وعواقب انت لازم تشد حيلك فيها، وساعات مش بيكون انت السبب فيها. للاسف ممكن يكون اللي حواليك هم اللي بيحطوك في كل ده. ساعات بيحطوك انك انت تبقى قدام امر، انا محتاج اكذب، محتاج ما اقولش الحقيقه، بس اوعى في يوم تعمل كده. فممكن باي شكل من الاشكال تتحط في ان انت تكذب على حد، او حتى بصدفه بسبب حد عمل حاجه، او حد فتن عليك، او حد قال عليك حاجه كده ولا كده. بس خلينا متفقين ان من اصدق ما قيل في الصدق، ومن اجمل الكلام اللي ممكن نفهمه ونطبقه كمان في حياتنا، هو ان الصدق اننا نقول الحقيقه. لما يكون الكذب هو الوسيلة الوحيدة للنجاة، برضو تقول الحقيقة، وده أصدق ما قيل في الصدق. بجد والله هتعرف وقتها بجد قد ايه انت شخص كويس ونضيف، نضيف من جواك قوي وصافي كده، وحد حلو ومفيش منك كتير. صدقني، صفاء قلبك وصدقك هو والله اول طريق للجنة وطريق الخير في الدنيا. وفي الاخر كونك شخص كده جميل ضميره صاحي، من غير ما اقولك، انت شخص 100% هتكون بتكره الكذب والنميمة والفتنة، صافي كده وحلو. ودايما هتلاقي كل اللي حواليك واثقين فيك وعمرهم ما يشكوا فيك، وانت مش محتاج تبذل اي مجهود عشان تبني ثقة بينك وبينهم، او بين اي حد جديد هيتعرف عليك. وده معناه ان احنا لو بقينا كده وربينا كل الناس اللي جاية في الحياة والجيل اللي جاي وعيالنا على ده، هنطلع مجتمع متماسك وبيحبوا بعض وما بيكذبوش على بعض، وعندهم ضمير، وناس صافية. فعلمهم انت، خليك انت شخص بيحاول يغير حاجة صغيرة في اللي جاي. هتلاقي ان الجار بيحترم جاره، بيحترم حرمة جاره، ولو حد ساب امانة عند حد تبقى فعلا امانة، مش ياخدها منه وبعد فترة يقول له يلا يلا امشي. ايه ده امانتك؟ انت اديتني حاجة، يلا يا عم مش حاجة عندي. وده بقى اللي بيحصل دلوقتي، ومبقاش حد عارف في الدنيا دي يثق في اي حد للاسف. بس لو سألنا كده نفسنا وقعدنا، ليه دايما الانسان بيميل للكذب؟ وليه دايما بيميل للحلول قصيرة المدى؟ ليه مش عايز يحل الحاجة كلها ويواجهها من غير ما يخاف منها ومن غير ما يضطر انه يكذب؟ بمعنى انك لو دلوقتي حالا كذبت كذبة علشان تخرج من موضوع، فانت دلوقتي حالا بقيت مطالب بسلسلة متصلة كده او متقطعة من الكذبات الكبيرة والصغيرة، واللي ممكن بقى، والمصيبة الاكبر ان تلاقيها
معاها حلفان انك بتقول والله. واخد بالك الموضوع هيبهوأ منك والله وبغير الله وسلطات بقى وحلفان بقى وبابا غنوجه، والموضوع هيبهوأ بقى هيفلت من ايدك. فليه بقى ده كله لما الموضوع ممكن يخلص في ثانية؟ هيخلص في ثانية حتى لو نهايته وحشة، بس انت ما تكدبش ولا تلف وتدور، عشان مش هتخسر حاجة. انت والله ما هتخسر حاجة لو قلت الحقيقة، لان كده كده في الاخر الحقيقة هتتعرف. فانت رايح نفسك، ومن الاول خلص الدنيا ومشيها. وانت ما متش، انت بجد ما متش ولا صورتك اتغيرت عند الناس. انت كنت صريح وقلت الصراحه وما لفتش ودورت ولا كدبت. تخيل كده صورتك قدام الشخص اللي قدامك وانت بتكلمه، هو عارف انك كذاب وسايبك عمال تهبد وتاخد في سيئات، بس الهدف ان مع كل كلمه انت بتقولها صورتك بتتغير قدام اللي بتحكي له. بس نرجع تاني ونقول ما تستاهلش، والله ما في حاجه مستاهله كذب، مفيش. هي ممكن قدامك قد تبان انها حاجه صغنونه كده، كدبه صغنونه، بس هي عامله زي الشراره بتعمل اثاره، والتوابع اللي هتيجي بعدها كبيره، ممكن تسبب لك انت مشاكل كتير في حياتك مع اهلك واصحابك وشريك حياتك وجيرانك وعيالك. عادي ممكن اب اليومين دول يكتب ويطلع وراه مصايب الدنيا كلها، فانت بقى هتستنى ايه من اولاده غير انهم يكذبوا زيه؟ ممكن ناس تقول لك ما انا بابا كان كذاب، ليه ما اكدبش زيه؟ فانت لو يرضيك انك تطلع ابنك كذاب، انا عايز اقول لك انك مش بس هتطلع ابنك، لا انت هتطلع اجيال كذابه، لان في اجيال هتعيش تشوف ابنك وبعد ابنك كتير، ولا ايه؟ ولو برضه هتتعود على الصدق، فما تنساش ان الصدق الزيادة عن اللزوم ممكن يسبب لك مشاكل مع الناس، لان رغم التزامك بالصدق لازم تراعي مشاعر اللي حواليك. في فرق بين الصدق في المشاعر والكلام، وفي فرق بين الصدق اللي ما ينفعش وقت انك انت تكذب فيه. حاول تفرق. لو ادركت انك في يوم هتبوظ حاجة بالكلام اللي هتقوله عشان انت مجرد ان انت صادق، او هتجرح مشاعر حد وهتكون سبب في ألم ممكن يقعد معاه فترة طويلة بسبب اللي هتقوله، فممكن تلتزم الصمت، السكوت، تتجنب الصدق وتتجنب الكذب، تسكت. لان في نقطة زي دي صدقني ممكن تكون حاجة فارقة في حياة شخص من الناس اللي حواليك. نيجي بقى للنقطة الأهم واللي هننهي بيها الفيديو بتاعنا. لو انت شخص كذاب هتكسب ايه؟ اتحداك تقول لي حاجة واحدة هتكسبها، اتحداك. وانا متأكد انك لو لقيت اي حاجة تقول لي عليها انك هتكسبها، انا متأكد انها هتكون حاجة حرام. وغير كده هتفضل عايش طول الوقت مش مرتاح ومتوتر، وهتحس ان حياتك مليانة حاجات انت كذاب فيها ومش عارف تعمل فيها ايه، ومش عارف ازاي تخلي الناس في يوم من الايام تصدقها وتخليها بجد حقيقة. وتخيل بقى انك تبقى عايش وسط اصحاب عمال تكذب على الشلة دي شوية وتكذب على الشلة دي شوية، ومع الوقت تلاقي الكذبات بتخش في بعض، وبقى تلاقي مع كذا واحد انت كتبت على ده وكتبت على ده وتلاقي كل دول اتقابلوا. قابل بقى يا معلم. الخلاصة بقى عشان ما نطولش، انا عارف ان في ناس كتير وانت ممكن تكون منهم انك فاهم الكلام ده، وناس متربية على الكلام ده بس برضه ساعات بتعمل عكسه، يعني الا من رحم ربي، ومع ذلك مخبيين ده مع نفسهم. ممكن يكونوا بيكذبوا على اهلهم صدقني. ولو النهاية كانت حلوة، مع ان الموضوع ده صعب جدا مستحيل يحصل، ولو النهاية هتبقى حلوة بعد ما تكذب في الدنيا، يعني موضوع صعب، في الاخرة الموضوع هيبقى اصعب وعمره ما هينتهي نهاية حلوة زي ما انت فاكر. خدوا بالكم من نفسيكم. عايز اقول لك على حاجة اخيرة، ساعات الكذب بيفلت منك لدرجة انك تحبه، تلاقي نفسك كذبت مرة والموضوع مشي وعمل لك حاجة حلوة ومشالك حاجة في حياتك وظبط لك الدنيا، فتكتب تاني وتالت ورابع، فتحب الكذب، تلاقي الكذب شغال معاك وتحبه. في ناس بتحبه حب عشان بيمشي لك حاجات كتير في حياتك، بيخلي الناس تحبك، بيخلي معاك حاجة مش بتاعتك. صدقني نهايته مش حلوة. نهاية شخص ده هيبقى لوحده، هتلاقي نفسك لوحدك، محدش بيصدق فيك ولا أهلك ولا غيره، وهتندم وهتزعل والنهاية مش تبقى حلوة. فيا سيدي زي ما بقولك كده، هتحب الكذب صدقني نهايته مش حلوة، وهيخليك تخسر كل الناس اللي بتحبهم واللي مش بتحبهم، وهتعيش حياتك كلها محدش عارف يبصلك في وشك، وطول حياتك هتبقى ماشي وشك في الارض والله العظيم، من كتر ما انت مش عارف تعمل ايه بسبب حبك للكذب اللي مش هيكسبك اي حاجه، هيبقى لذه ومتعه لفتره بح هتروح منك. فكره الفيديو ان هي كانت من الاخر، لو في حاجه مخبيها على حد روح قولها، لو في حاجه حاسس انك لو قلتها الدنيا هتبوظ قولها، ما تخافش، لان كونك كنت صادق مع نفسك في يوم من الايام ده هيكسبك حاجات كتير قدام، وربنا عالم بكل واحد فينا
جواه اي نفسه يقوله ولازم يقوله عشان هيقوله في يوم من الايام. ده يوم ما هتقوله بكل صفاء نيه وربنا عالم انت قلته ليه عشان تصلح ايه وما حبيتش انك تكذب، هتكسب. ولو مش تكسب النهارده هتكسب بكره. ولو خسرت حد بسبب اللي انت قلته مش عشان تيجي على مشاعره، لا عشان تبقى صريح في اللي حصل وانك مش عايز تلف وتدور وتكذب، هتكسب. ولو مش النهارده بكره. فما تكذبش وخليك صادق عشان تكسب. وان شاء الله اشوفكم على خير يا اصدقائي الصادقين المصدقين الامنين. سوش اخواتنا في غزه، من صالح دعائكم خدوا بالكم من نفسيكم وخليكم كده حلوين عشان افضل احبكم وافضل حلو معاكم، عشان ما اقلبش على حد. عشان مش بقول ايه الهبل ده. المهم يعني خدوا بالكم من نفسيكم. واذا وصلت لهنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اول باول. معاكم محمد صالح موكا، بيحاول ما يكذبش عليكم في اي حاجه، بيحاول يبقى صادق معاكم دايما في كل حاجه هو بيقولها. لان انا مش هكسب حاجه لما اضحك عليك، مش هكسب حاجه حتى لما اصور لك فيديو عشان خاطر اخد من ورا اي حاجه. وربنا عالم بنيتي ان انا مش محتاج اي حاجه غير ان انا افيدك وتفتكرني بحاجه في يوم من الايام، يوم ما ربنا يفتكرني. بجد والله انا مش عايز اي حاجه من الدنيا غير ان انت في يوم ما تفتكرني، تفتكر ان انا غيرت لك حاجه، عرفتك حاجه، صلحت لك حاجه، حببتك في حاجه صح، خليتك تاخد بالك من حاجه في حياتك قدام. بس مش عايز منها حاجه. فانا صادق معاك في دي، خليك انت صادق معايا في اي حاجه بتعملها في حياتك ومع كل الناس. حبهم عشان يحبوك، ما تضحكش على حد عشان انت ما بتضحكش غير على نفسك وربنا شايفك وهتتحاسب. وانا بحبك وهفضل احبك. خد بالك من نفسك. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد زي ده المره الجايه. السلام عليكم.